مستمعينا، تكلمنا على أهمية التنظيم في الحياة اليومية للطفل، سواء من حيث المكان، الغرفة ديالو، المكان اللي تيكون فيه، أو من حيث الزمان، تنظيم الساعات ديال الأكل ديالو، ديال النوم ديالو، ديال المراجعة ديالو إلى غير ذلك. وأيوب غادي يعاود يذكرنا بواحد الطريقة سهلة وبسيطة كتعتمد على الألوان اللي غنرتبوا بها الزمن عند الطفل. أيضا تكلمنا على الأولويات، كيفاش اليوم الوليدات ينظموا الأولويات ديالهم. وطبعا القدوة، دائما كنذكروا بأهمية القدوة. الوالدين الآباء والأمهات خاص يكونوا قدوة للوليدات ديالهم. إذا أكيد كتنتظروا نصائح مهمة رفقة ضيفنا أيوب خورشة، طبعا باش يكون الوليدات عندهم واحد الوقت منظم. إذا شنو تقولنا أيوب؟ التنظيم مهم بزاف في الحياه بالنسبه للطفل. كتخلي واحد الاستقرار داخل الاسره، وكتخلي الامان والاطمئنان كيحس به الوليد. وبطبيعه الحال الوليدات اللي كيحسوا بالامان والاطمئنان كيمشيو مزيان في حياتهم، ما خاصهمش يتصدموا باي حاجه جديده. دوك النظام والتنظيم مهم بزاف في الحياه ديال الوليد. التنظيم مبدأ خاص الوالدين يكونوا هما ناس منظمين، لأن الطفل عارفين أنه كياخد 80% من الأمور اللي كيبدلها واللي كتغير فيه واللي كتكون طبع فيه اللي هي الأفعال. فكيمشيو بزاف مع الأفعال ديالنا أكثر من الهضرة ديالنا. ثلاثة الأمور الرئيسية اللي غنركز فيها باش يكون واحد التنظيم إن شاء الله داخل البيت الأسري والوليد غيكون منظم. الأمر الأول هو المكان ديال الأكل، ماشي هو المكان ديال الحفظ، ماشي هو المكان ديال النوم. يكون واحد التنظيم، يكون مقاد إن شاء الله. بالنسبة للزمن اقترحت واحد الاقتراح سهل بسيط ممكن يستعملوا أي أب أي أم إن شاء الله، وغادي يكون واحد التغيير كبير. ما مبقاش نقول للوليد ديالي عندك من 7 حتى 8 عندك الحفظ، وعندك من 8 ل 9 وعندك هاد الأمور. وليداتنا باقيين ماشي كبار في السن، ما عندهمش داك الخيال. فناخذ ورقة بيضاء الحجم ديالها يكون كبير، الرسم ساعة. إلى لقيت ساعة الخلفية ديالها بيضاء راه جيد، ما لقيتهاش أي ورقة بيضاء ناخذها ندير فيها العلامات ديال الساعة، يعني الترقيم عادي، ونبدا نلون أي مكان عندي أنا بغيت ولدي يدير فيه واحد المهمة معينة. مثلا من 6 ل 8 بغيناه يدير الواجبات المدرسية، كنعطيوها لون معين، كنعطيوها لون مثلا كنلونوها، ما كنكتبوش في الساعة شنو هي الحاجة اللي بغيناها. وهذا الشيء راه غادي يرجع ليه وغتفهموا علاش. هو أنني خصني ندير غير اللون، وغتكون واحد الورقة عاديه اللي نكتب فيها ان كل لون لقدامه اشنو كاين. بالنسبه للتلميذ كتكون قدامه الورقه اللي كتبين له اللون ماذا يعني. نعم. باش الا كان عندي واحد التغيير من بعد ما نغيرش الساعه، تبقى الساعه في المكان ديالها، ما كاينش مشكل. الاخضر كنعني به الواجبات المنزليه، فولدي ملي تيبان لك الاخضر الساعه من 6 حتى 7 راه هي ديال الواجبات المنزليه، من 7 حتى 8 فهي جلسه ديال الحوار، هي جلسه اسريه 100%. ممنوع فيها الهواتف، ممنوع فيها الشاشات الذكيه، فقط هي جلسه خاصه بالاسره. من 9 حتى لهذا الوقت معين كاينه واحد الحاجه معينه. وابتداء من هذا الوقت ديال النوم الوليد كيتعلم التنظيم. بمجرد ما كيوصل لواحد الوقت معين كيعرف باللي اللون تبدل، دونك عندي مهمه مغايره. حاجه اخرى هو الاولويات. خاص الوليدات ديالنا يتعلموا الترتيب ديال اي حاجه، سواء كانوا اولويات في الافكار ولا اولويات في المهام. وبطبيعه الحال التنظيم ديال الاولويات كما قلت خاص يكون في الاباء هما الاولين. ماشي ولدي عنده بزاف السلوكيات ما عجبونيش فيه غادي نمشي ونبدا نغير فيهم كلهم دقه واحده. تكلمنا على ان السلوك كنغير سلوك بسلوك حسب يعني الاهم فالمهم، وكنعطي واحد الوقت معين. هنا ولدي بطريقه غير مباشره كيتعلم مني انا الاب، كيتعلم مني التنظيم، انه كيبدل معايا سلوك بسلوك، وكيسهل على الوليد انه يمشي معك ويحيد السلوكيات السيئه ويعزز ديك السلوكيات الايجابيه. وكذلك ولدك بالنسبه للمهام ديالو، سواء كانت مهام منزليه ولا مهام مدرسيه. مثلا من المهام المنزليه ديال ولدي عندك باللون الاصفر في هذيك الساعه، في الاصفر هو الوقت ديال انك فين تغتسل وفين انك تحيد الملابس المتسخه وتضعهم في السله الخاصه بالملابس المتسخه. هنا الوليد كيعرف هذه الامور هذه كامله. وكذلك بالنسبه للمدرسه ترتيب الاولويات بالنسبه للواجبات المدرسيه. الماده اللي كيكون فيها الوليد ديالي ضعيف كنعطيها وقت اكبر. الماده اللي كيكون فيها الوليد ديالي قوي ومتمكن منها ما شاء الله عليه كنعطيها وقت اقل. هنا كيعرف الوليد باش غيبدا وباش غيسالي. الترتيب ديال الاولويات تماما من الجوانب ديال التنظيم اللي كتساعد الوليد انه يكون مستقر ويعطي نتائج جيده ان شاء الله في الحياه ديالو. نعم، شكرا ايوب. مستمعينا مستمعاتنا، مجموعه نصائح طبعا للاباء والامهات اللي تعانيوا مع وليدات تيتشكاو ان ما عندهمش نظام في حياتهم اليوميه وما كينظموش سواء الغرفه ديالهم، المكان اللي تياكلوا فيه او تيبدلوا فيه، وحتى بالنسبه للتوقيت عندهم تيكونوا ما تيضبطوش، ما تيميزوش بين الساعات وكذا والواجبات والاولويات. فمجموعه ديال النصائح ان شاء الله
الله الا طبقتوها غادي تعينكم بواحد الشكل كبير في ترسيخ التنظيم في الحياه اليوميه للوليدات. ايوب تبارك الله عليك وشكرا لك على هذه النصائح.